هاي، كيفكم؟ اللي أول مرة يشوفني أنا وفاء سليم، ميك اب ارتست، وفي القناة بعلم كل البنات ميك اب. إذا كنت مبتدئة ونفسك تتعلمي حاجات بسيطة تعمليها لنفسك، أو نفسك تبقين ميك اب ارتست. لوك الليلة حيكون لوك في الأول سمبل فيناسب الناس اللي عايز تعمل حاجات خفيفة، وبعد كده حنحوله لمستوى تاني. تابعوا معي. مجهزة البشرة والحواجب، واللي حابة تعرف كيف تحت حنحط لكم اللينكات بتاعة الفاونديشن وتثبيت البشرة ورسم الحواجب. حنعيد شوية معلومات عشان الناس اللي بعديه جديد. وزعت برايمر للاي شادو، وما لازم يكون برايمر للاي شادو، اي كونسيلر كريمي ما اويلي شديد حينفع. حسيتيه اويلي شوية حتثبتيه بشوية لوز باودر. اوكي، دايما جفننا اذا بيخطط لازم نتأكد انه ما في ولا خط قبل ما نوزع الاي شادو. تاني خطوة واللي حتسهل عليك شديد انك تختاري الفرشة الصح. فرش الدمج بتاعت الاي شادو دايما لازم تكون واسعة عشان ما تلطع وتعمل لك الوان ما تقدري تدمجيها. هاخد لون نود براون ناعم شديد. اذا انت النوع اللي بيخاف من الاي شادو، هحكي لك قصة. طول ما انت بتاخدي انه انت حتتعلمي اي شادو، يوم العرس بالضبط اللي انت طالعاه حتجيب العيد، زي حبة العيد حتجيب العيد. فتعملي شنو؟ تبدي تحاولي ألوان خفيفة، حاجات ما ظاهرة. أخدت الدرجة أغمق بفرشة أصغر، بس أزيد عمق المكان ده. كل ما غمق اللون زاد العمق، واللي هو أنا أصلا ما عندي، فلازم أظهره شوية. أوكي، شايفين؟ في الجفن المتحرك حرجع اخد نفس اللون من الاول. طيب ليه من الاول انا عملت كده؟ عشان تقدري تشوفي الفصل اللي تخدي فيها اللون الغامق، عشان لو بديتي بالغامق على طول ممكن الدمج هنا يعك معاكي وما تقدري تطلعي به نظيف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حقيقي هو ما سحر. طول ما انت بعد ايدك من الفرشة اللون حيتخطى خفيف، وفايدة اللون يتخطى خفيف انه حتى لو لطش ممكن تحركيه شوية ويتحرك، اما لو ضغطتي عليها تاني ما حيتحرك. اوكي، نجي هنا خطط برضو اديه شوية بتاع الطبطبة واوزع اللون. المرة دي اضغطي زي ما انتي عايزة، لانك عايزة تعبي لون، ما في دمج هنا. اوكي، ولازم تضغطي عشان لو ما ضغطتي الخط اللي شفتيه من شوي حيرجع يعمل. اوكي، للمبتدئات انتوا ممكن تقيفوا هنا خدتوا رموش، اوكي، او تطبطبوا شويه بتاعت لون شمر وتخدي هنا وتقيفي على كده. كده انت اسمك طبقتي اي شادو كامل. هتعملي شنو بعد ما تعملي الوان زي دي؟ ممكن بكره بنفس الخطوات بالوان تانية، وهكذا لغايه ما ايدك تمسك كويس في انك كيف تدمجي وكيف تحطي الالوان. احنا الليله حنعمل شنو؟ ما هنقيف هنا. هاخد شويه لوز باودر عشان لو الاي شادو الاسود قرر يعمل حفله يعني يلقطه منه. اخدت انجل برش شلت فيها لون اسود، هطبطب هنا مع حد خط الايلاينر اللي انا عايزاه. اوكي، والخط الثاني حيكون بالضبط مع التبطينة، يعني ما حطلع كتير من التبطينة. اوكي، لقيت المثلثين ديل، الخطين ديل عملوا لي مثلث مع بعض. الخطوة الثانية برضو حشوف مكان التبطين هنا
وأطب عليه بخط. أوكي، نفس الخط في العين الثانية. نظفت الفرشة بمنشفة. حدمج وين؟ ما حدمج برا. دي الحاجة اللي طالعة الأيام دي ترند، إنه البرا يكون شارب لكن من جوا مدموج. فحدمج، واللي هو يعني مش حدمج يعني الضمير، بس أموه الخط الأسود اللي هنا عشان أبقي اللي هنا شارب أكتر. أوكي، يلا حاخد الأنجل برضو ببلاك. المرة دي يعني عينه ده عليته صح؟ وده مدخلاه، بس أنا عايزة أشوفني يكون طبعا شكله واسع، فحجيب من الجهة العالية وأنزل. أوكي، طيب أنا ديل حمشي فيهم بآيلاينر، لكن كده أنا يعني على الأقل عرفت أنا حاخد الآيلاينر وين، بدل ما أجيب الآيلاينر وبعد كده أرقص جواها. في النهاية ده أسود، حتى لو رقصت سنة صغنونة ما حتحسي بيه. تمام، هاخد فرشة صغيرة، عايزة أكمل هنا على العين شوية. اوكي كفاية. ومنها فتحت نهاية العين، لأنه نهاية عيني تدوير، فلو حددت التدوير حزيده زيادة. تمام، حنشوف لما نركب رموش. لو حسيت انه لسه ما كتير اتسحبت حاخد من خط الرموش اقفل هنا شوية، لو حسيت انها اتسحبت خلاص. ننظف، والحمد لله الأسود يعني وجب معانا. نرد عليه في الأفراح بعد كده، ما قصر صراحة. ها، نجي نعمل الايلاينر. ايلاينر بقى هنكون محتاجين مراية قريبة. طبعا اخترت اسهل قلم ايلاينر في الحياة عشان اعمل شنو، نفس الخط. شوف الفرشة لو عرضة كده هاخد اخر طرف من عرض الفرشة، يعني مثلا من هنا لهنا هاخد اللي هنا. اوكي، اوكي، بس اغمق واحدد اللون بزيادة، يعني عينه هنا تحسوه اقوى من هنا، هو نفس الفكرة بس اللهم اقوى، احنا عايزينه اقوى. نيجي للي هنا هناخد برضو الخط اللي برا. اوكي، اللي هنا تمام. هنا نفس الحكاية. نعمل لنا بوزة صغنونة. هنعملها من وين؟ كأنك كنت بتكحلي عينك من جوا، تجي طالعة كده، تجي كأنك كنت بتكحلي عينك من فوق، تلميهم على بعض وتقلي. أركب الرموش، واللي حابة تشوف طريقة الرموش برضو هخلي لكم اللينك تحت في الفيديو. أركب الرموش وارجع. ركبت من رموشي كاتي، أتوقع دي أكتر رمش ممكن يكون مناسب للوك ده، لأنه لو ما كاتي يعني العين حتتدور. نجي للروج، هحدد ببني فاتح لكن هعمل أحمر.
نيجي للروج، عملت محدد بني فاتح. واخدت الانتيفور النود في النص. بس كده حبيت اللون. زي ما قلت لكم اول الحلقه، اذا كان باللوك الاول للعيون او اللوك الثاني ممكن تعملي روج احمر. طبعا صراحه يعني ايدي شويه اخذتني على الايلاينر البيضه دي وما كنت مفكره فيها اصلا، بس يعني ليه لا. عايزه اعملها قدام تحت المدمع، الهاكس الجديده اللي انها توسع شكل العين، وحسيت انه حتخلي الايلاينرات شكلها شارب لانه اوريدي الفكره معتمده على خطوط الايلاينر. بس اوكي يعني انا وسخت الرموش، ممكن انضفها. وسخت الرموش وسخت الرموش، بس طبعا الرموش ما بتتحمل ماسكرا. اتس اوكي، دايما بقول جست ميك اب ممكن تتعدل. نظفت الماسكرا، ريشة الماسكرا نظفتها شديد بالمنديل. I think انها ضيعتها. كده اكون خلصت معاكم اللوك، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا به وزي ما انا استمتعت به. وبليز مستنيه منكم تطبيقاتكم، طبقوا عشان انا اعرف انتوا وين محتاجين مني اعمل شنو، وانتوا كمان وروني في الكومنتات. اكتبوا لي اذا في لوك ما عارفين تعملوه، اذا في مشكله بتحصل في بشرتك لما تعملي ميك اب. اكتبوا كل اللي انت عايزاه في الكومنتات، وان شاء الله انا هعمل معاكم الحلقات الجايه. اشوفكم، باي باي. الله والله البني حلو. خلي بني. لا خلي بني. خلي بني.